لو رجعنا بالزمن فترة كبيرة حوالي 100 سنة كده، كان مثلا اللي عنده حصان وقطعة أرض كان بيتقال عليه برنس زمانه وعايش ولا على باله. بس تعالى نرجع بالزمن في الوقت اللي احنا عايشين فيه، اللي عنده نفس الحاجات ديت هتلاقيه من الطبقة السفلية. أغلب الناس باختلاف طبقاتهم عندهم وسائل ترفيه كتير، وطبعا بتختلف على حسب الطبقة اللي هو عايش فيها، بس وسائل الترفيه ديت مهما كانت بتخليهم يعيشوا ويحسوا بلذة المتعة. معظم الناس عندهم موبايلات وعندهم نت، والأفلام بقت سهلة اللي انت تتفرج عليها، وأغلب متع الحياة بقت سهلة، وسهولة وجود وسائل الترفيه ديت خلت حياتنا مادية، بمعنى ان احنا عايزين نعمل اللي يرضي رغباتنا. كل ما وسائل الترفيه ديت بتزيد كل ما مستوى الرضا عند الناس بيقل. يعني انت اول لما شفت الايفون كنت هتموت وتجيبه، وفضلت تحوش وتستنى سعره لما ينزل عشان تروح تجيبه، وفضلت برضك تمسك على نفسك عشان تجيبه، وبعد ما جبته شغفك بيه بيقل، ممكن اصلا فرحتك تخلص بعد يومين. الحاجات اللي كنت بتستمتع بيها زمان خلاص دلوقتي ما كنتش بتسمع عنها، وما بقتش راضي عن عيشتك اللي كنت مبسوط بيها من فترة. هتلاقي كل شوية حاجات جديدة بتظهر، كل ما تظهر حاجة جديدة كل ما شغفك ليها بيزيد وما تبقاش راضي على عيشتك. في جملة كده بتقول الناس عايزة، والله اسمع الجملة دي كده وحاول تفسرها. الناس لو محققتش اللي هي عايزاه بيزعلوا وبيكتئبوا، ولو اتحقق اللي هم عايزينه شافوا حد تاني اتحقق ليه حاجات اكتر بيزعلوا برضه، ولو اتحقق كل اللي هم عايزينه يفرحوا شوية صغيرين وبعدين يقلقوا ان الحاجة ديت تروح منهم، او يقلقوا برضك عشان عايزين يحققوا حاجات اكتر. للأسف سبب الحزن والكآبة اللي احنا عايشين فيها ديت هي كلمة انا عايز. وقت لما تبقى مش عايز وراضي عن حياتك وعيشتك صدقني هتبقى كويس. اللي عايز الدنيا ومتاعها طبيعي هيكون حزين، وعشان تتغلب على ده لازم ما تكونش عايز حاجة من الدنيا خالص، لا مال ولا جاه ولا سلطان، أي حاجة دنيوية ما تشغلش نفسك بيها. طيب أنا عايز عربية وعاوز أشتري بيت، عاوز أغير الموبايل اللي في إيديا، طول ما أنت بتفكر في الحاجات ديت وتقول أنا عاوز أنا عاوز أنا عاوز طبيعي هتكون حزين. بس عشان ما تحزنش يا صاحبي سيب كل حاجة لوقتها، يعني لما يجيلك فلوس وربنا يرزقك ابقى اشتري بقى اللي انت عايزه، بس ما تعملش العكس. في فرق ما بين الأداة وما بين العوز. انت كل يوم بتفطر عادي ودي حاجة انت مش بتفكر فيها، يبقى ديت أداة. وانا قلت لك انا هعزمك على الفطار في فندق كبير، هتنام تحلم بالفطار ده وهتحلم اليوم ده هيبقى عامل ازاي. هو ده العوز يا صاحبي. وطبيعي انت لو عايز الأقل يبقى انت عايز الدنيا، وهتعيش أسير لأحزانك، والحاجة اللي انت عايزها هتسيطر عليك. بس لما تسيبها وتسيبها بقى على ربنا روحك هتبقى صافية وهترضى على نفسك وحياتك. لحد هنا والكلام اللي انا قلته لك ده كويس قوي، بس انت يا صديقي لو عملت الكلام ده لوحدك تقعد شوية وترجع تاني زي الأول بالظبط. فلازم تخلي اللي حواليك يكونوا زيك. حاول وانت قاعد بتحكي عن أي حاجة انت بتحبها. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع سيدنا أبو بكر في الغار وكان بيحاصرهم الكفار من كل ناحية قال له لا تحزن إن الله معنا. فطول ما انت عارف إن ربنا معاك عمرك ما هتحزن. ربنا لما أمر سيدنا إبراهيم بذبح ابنه سيدنا إسماعيل، أنت عارف بقى هو أمره بكده ليه؟ سبب واحد بس، قلب سيدنا إبراهيم متعلق بابنه، وكان سيدنا إبراهيم خليل الله، يعني ربنا مش عايز حد يشارك محبته مع سيدنا إبراهيم، فاختبره بس في ذبح ابنه. فجه سيدنا إبراهيم بقى ينفذ أمر ربنا فده بكبش، عشان ربنا عارف إن سيدنا إبراهيم مش بيشارك حد في حبه. في الآخر يا صديقي افتكر دايما إن السر في الرضا. لازم تفهم إن الدنيا فترة وهتعدي وبعدها هتموت وترجع لربنا. خلي عينك على الحاجة اللي هتفضل معاك، خليك مع ربنا. مفيش إنسان في الدنيا دي كلها مش بيحزن أو عينه بتدمع بسبب فقدان حد عزيز عليه. طبيعي إن احنا نحزن عشان احنا بشر، بس ما تخليش الحزن ده يسيطر عليك، خليه ياخد وقته ويمشي. في حاجات كتير قوي بتسبب الحزن زي التوتر بسبب مشاغل الحياة. الحياة صعبة وأكل العيش بقى صعب قوي، وأكيد الحاجات ديت بتسبب الحزن. وزي الإجهاد والتوتر لما تفكر كتير هتعيش حياة صعبة جدا، ده أكيد هيسبب لك الحزن. وزي التغيرات الهرمونية لما بتكون شاب بتعيش حياتك كلها لعب وهزار، بعدين فجأة كده بتلاقي الحياة بتجري منك، العمر بيتسرق كمان، أكيد ساعتها هتعيش حياتك حزين عشان العمر عدى وانت للأسف واقف مكانك وما عملتش حاجة.
وأهم حاجة بتسبب الحزن إنك تصاحب ناس سلبية وبيشتكوا كتير. صاحب الراجل الجدع اللي يمشي معاك في الطريق الصحيح، سيبك من صاحب اللي بيشتكي، دور على الصاحب اللي يسندك. تعرف أغلب الناس بتشتكي من الحزن ليه؟ ممكن يكون بسبب التغيرات الهرمونية، يعني فترة بتعدي من حياتك وبتكبر، وبعد كده بتكبر بعدها برضك، ساعتها ممكن تحس بالحزن اللي انت عمال العمر منك يعدي وانت مش عارف تعمل حاجة. ده ممكن يكون من الأسباب الرئيسية، بس السبب الرئيسي اللي بيعاني منه معظم الناس هو إنهم بيجروا ورا الدنيا، عاوزين كل حاجة، فلوس وصحة وجواز وحياة سعيدة، عاوزين كل حاجة، ولو ما حصلش حاجة واحدة بس منهم ممكن الموضوع يوصل للاكتئاب، مش الحزن بس. سيبك من الدنيا يا صاحبي وعيش مع ربنا، ساعتها والله هتبقى أسعد واحد في الدنيا.